يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي منى ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني انزلوا تحت الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا اشعارات بوصفاتي الجديده. ايه رايكم في صينيه المحشي القمر دي؟ اسرع واسهل وابسط صينيه محشي ممكن تتخيلوها. يعني حاجه هتعملوها كده في منت، مش هتاخد منكم اي حاجه. ايه طبعا احنا طالما حاجتنا في الفريزر خلاص، يعني ورق العنب جاهز في الفريزر والكرنب جاهز في الفريزر، مفيش غير الكوسة بس. ودي كان تقريبا كده ايه اقل كمان من كيلو من الكوسة. هي كان صينية محشي مشكلة سريعة كده. إيه قلت اما اعملها ايه للولاد. وطبعا مفيش مواعين كتير ولا حاجة، احنا مش حمل وقفة مطبخ يعني. وده كمان هتبقى حلوة قوي للناس اللي عندها شعب المنزل، كل واحد برأيه، يعني كل واحد بيحب حاجة. إيه، انا معايا هنا فراخ انا كنت خليها، يعني حتى الصدر قطعه واحده مع بعضها كده، والورك برضو انا مطلعه منه العظمه بس بحاله. ومعايا طبعا كوسه وفلفل وورق عنب وكرنب. دول كان باقي خلطه قديمه كانت عندي، فايضه وعينتها في الفريزر. طلعتها فكته زي الفل يا جماعه، وهنحط عليها عادي خالص وهنستعملها. طبعا احنا مش بنرمي حاجه. الفراخ بتاعتي انا عملت تقريبا كده 4 بصلات صغيرين ضربتهم في الكبة. انا كان عندي تقريبا دول صدر فرخة، وكانوا تقريبا 4 وراك. انا كنت مجهزاهم ومخليهم لحاجة تانية بصراحة، بس قلت يلا بقى طلعتهم وعملتهم مع المحشي. مفيش فيها افتكاسات كتير التتبيلة بتاعت الفراخ، احنا هنبتدي بيها. تمام. انا عملت البصل في الكبة، وهضيف عليه معلقة من التوم البودر، ومعلقة من الملح، ومعلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من السماق. مش هضيف أي حاجة تانية. وهقلبهم كويس كده وادعك اللحم. طبعا هي مفيش فيها عظم، فهتبقى يعني تتبيلها بالنسبة لك هيبقى سريع جدا. الفراخ اللي بتبقى مخلية بتستوي بسرعة وبتشرب التتبيلة بسرعة. خلاص. مكسهم بقى جامد كده مع بعض، وادعك اللحم كده فيه البصل والتوابل الجميلة بتاعتي ديت. يعني تقريبا كده سبتها نص ساعة تقريبا على ما اجهز التسبيكة بتاعة المحشي. انا كان عندي كيس صغير كده من الصلصة وصلصة فلفل احمر. حطيتهم الاتنين كده في مقلاية، وعملت بصلتين تقريبا في الكبة وعليهم فصين توم، وهنزل بيهم على الصلصة ديت، وارفعهم على النار مع التوابل بتاعتي. ايه بقى؟ ملح وفلفل اسود وشطة وكمون. بس كده، هي دي التوابل اللي انا عملتها لخلطة المحشي. طبعا هرفعهم على النار لحد ما يتسبكوا جدا، يتسبكوا يعني ايه. الصلصة بتاعتك بتلاقيها بقت القوام بتاعها تقيل جدا، وتلاقي الدهون اللي انت حطاها، حاطه زيت بقى، حاطه سمنه، طلعت كده على الوش. تمام. انا حطيت يا دوب 2 معلقة زيت بس على الصلصه، لان انا الشوربه بتاعتي دسمه. تمام. خلاص بقى كده انا حطيتهم على النار. هنجهز بقى الفراخ. انا جبت الجريلا بتاعتي وسخنتها كده، قدحت على النار، وبعدين حطيت فيها شوية زيت، وهديها مسحة كده بالفرشة، وانزل بالفراخ بتاعتي. بدي للفراخ بتاعتي تشويحة على النار. يعني النار الى حد ما تكون عالية، او يعني اقل من انا عالية، حاجة بسيطة كده. تمام. اديهم بقى التشويحة. طبعا هي هتنزل ميتها واقوم مغطيه عليها، واسيبها كده بقى مع نفسها شويه كده على النار تستوي. هي والله ما هتاخد منك نص ساعه، لان طبعا هي ما فيش فيها عظم، وانتي خلياها ومظبطاها، فمش هتتاخر على النار ولا حاجه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا رصيتها، مش بضيف بقى اي حاجه ولا خضار بقى في الجريلا ولا اي حاجه. انا عايزاها ناشفه كده مع المحشي. بالنسبه بقى للشوربه طبعا عارفه ان في ناس هتقول ايه ده، هي عملت الفراخ ناشفه كده والشوربه. وانا عندي شوربه في الفريزر، لما بيكون باقي عندي مرقه بعينها في اكياس في الفريزر بالطلب كده. ممكن عايزه اعمل شويه ملوخيه بس كده، يعني تكون اكله بعيش، فبحتاج طبعا المرقه.
والافضل طبعا الشوربه الطبيعيه ما يكون شوربه فراخ او شوربه لحمه. يعني حاولي ان انت لما يفيض عندك شوربه عينيها في كيس في الفريزر، هتحتاجيها. طبعا احنا اتفقنا ان احنا مش بنرمي حاجه، خلاص اي حاجه هنحتاجها. انا خلاص كده التسبيكه بتاعتي ما شاء الله اتسبكت خالص. بنزل بقى، كنت انا غسلت الرز، عملت تقريبا كده كوبايه رز على الخلطه القديمه، والخضرة كانت جاهزة عندي في الفريزر برضو. حطيت كيس كده، كان كيس صغير، ومكستهم بقى مع بعض، ونزلت بالخلطة القديمة وقلبتهم مع بعض وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده. كل اللي انا زودته حبة من دبس الرمان، ودي اختياري براحتك، عايزة تضيفيها ضيفيها، لو مش موجود خلاص الغيها. هي حاجة كده يعني زي تفاريح انا عملتها. خلاص. خلاص كده احنا هنقلبهم بقى مع بعض ونبتدي نحشي. الفراخ بتاعتي اهي، خدت التشويحه بتاعتها، بغطي عليها بقى وبسيبها على نار هاديه خالص. لو حسيت ان هي نشفت قوي ضيفي معلقتين ميه، معلقتين اتنين بس، لان طبعا هي لسه هتنزل ميه. قلب الكوسه اللي انا طلعته فرشته في الصينيه زي ما انتوا شايفين، ما قطعتش بقى لا بصل ولا طماطم ولا حاجه. بدات ان انا اعبي الكوسه. هعمل كل صنف طبعا في جنب لوحده زي ما احنا شفنا كده في اول الفيديو. الكوسة بتاعتي بعبيها وبرصها. خلاص كده انا هقعد بقى اكمل باقي الصينية. طلعت بقى الصينية القمر اللي قدامكم دي يعني مش صينية محشي، دي تورتاية. بالنسبة لمحشي الجزر، انا كنت سمعت من واحدة ان حماتها تونسية وبتعمل محشي الجزر. حتى هي قعدت تقول لي اول مره، قعدت تقول ده لا ازاي جزر وبتاع، ولما جربته حبيته جدا فعلا يا بنات. انا مش ندمانه على اني جربته، تحفه تحفه تحفه. ورحت بقى حاطه طماطميه كده يعني نكسر الالوان. انا معايا الشوربه بتاعتي زي ما انتوا شايفين، انا غليتها وهنزل بقى بعيار المرقه بتاعتي. طبعا في كوسه، والكوسه بتبقى تنزل ميه، فخدوا بالكم من عيار الشوربه. مفيش فيها حاجة خالص. لو انتوا حطيتوا الشوربة، لو حسيتوا ان لسه المحشي وهو على النار عادي محتاج شوربة، بتزودوه عادي جدا وهيطلع معاكم زي الفل. اهم حاجة انت بترفعي المحشي على النار، اول ما تلاقي خلاص اتشرب الشوربة كده وبيقعد يغلي، فالشوربة طبعا بتطلع على وش المحشي. فلما تلاقي الشوربة دي خلاص يعني قلت خالص ويدوب بقبقة كده من تحت مثلا اول رصة، تروحي مهدية على النار وحط عليه تحته صاجة. تمام، عشان ما يعملش في قاع المحشي يعني زي الشيطان كده. احنا مش عايزينه يوصل للمرحلة دي. زي ما انتوا شايفين كده تحفة بنات، حلوة قوي، سواه مظبوط جدا. انا وهو على النار على فكرة ضفت شوربة، يعني وهي تقريبا كده كانت معلقة شوربة. تمام. يعني انا مش بحب المحشي ناشف قوي. لو انت مش حابة تدخلي الصينية الفرن الغي الخطوة اللي انا هعملها دي. انما لو حابة تدخليها، انا جبت شبكة زي ما انتوا شايفين كده وبدأت ارص عليها الفراخ علشان الصينية تتحمر مع الفراخ. ولو في صوص ولا حاجة هينزل برضو على المحشي كده، هيبقى تحفة، هيدي برضو تطعيمة للمحشي حلوة. خلاص. انما لو مش عايزة تدي وش خالص براحتك، هي كده زي الفل. بس انا عندي برضو يعني في طلب ان لازم يبقى وش، طالما صينيه لازم يبقى وش المحشي متحمر شويه في الفرن. فانا طلعت الفراخ زي ما انتم شايفين وحطيتها على وش المحشي بالشبكه. خلاص. ممكن تدخلي الفراخ الفرن عادي خالص على صينيه، مش شرط شبكه. بصوا، شفتوا الجمال بقى، طلع حاجه كده يعني تحفه. بصوا الريحة كمان، الريحة خطيرة خطيرة. الفراخ ما فيش فيها توابل كتير ولا حاجة، وطالعة تجنن، حاجة كده يعني زي الكتاب ما قال. حلو قوي يا بنات التجربة يعني. هتفيدكم، مفيش مواعين كتير، هي صينية المحشي زي ما انتوا شايفين كده. ولو عايزين تكبروها كمان عن كده كبروها، حلوة قوي. انا جيت احط الفراخ كده على وش المحشي، لقيت الصينية هتتغطى خالص، رجعت تاني نقلتهم في طبق لوحدهم.
بصوا، هو ده هيبقى حلو قوي كمان للعرايس الجداد. يعني لما هيبقى في، ما هي ما فيش غيرها هي وزوجها، هتعمل صينيه صغيره كده على قدها، بمحشي مثلا مشكل، نوع محشي لو هما متفقين على نوع محشي واحد بيحبوه، يبقى تمام قوي. المشكله ان انا عندي ان كل واحد بيحب نوع. يعني عندي اللي بيحب الكوسة، عندي اللي بيحب الكرنب، عندي اللي بيحب ورق العنب. فانا يعني ايه موضوع ان كل صنف في حلة ده متعب قوي بالنسبة لي. يعني انا احيانا كمان هم بيقولوا لا احنا عايزين كل صنف في حلة، فبتبقى صعبة قوي. انت هتعملي كده كام حلة؟ 3 حلل؟ ده مشكلة كبيرة يعني. انما ده دي الصينية المنجزة، يعني ده الجامع الشامل زي ما بيقولوا. الفراخ انا نقلتها في الصينية تانية. اللي انا حابة بس انوه ليه، محشي الجزر يا جماعة. محشي الجزر ده انا بحيي اللي عمل محشي الجزر، تحفة. بصوا مسكر، يعني حاجة، انت بتاكلي محشي وفي نفس الوقت تسكيرة الجزر معاكي، حاجة كده يعني تجنن. اتمنى ان تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى تجربوها. اتمنى اكون خفيفة على قلبكم، ويكون شرحي في الوصفات يوصل بالذات للبنات اللي لسه عرايس جديدة او لسه داخلين المطبخ جديد. اتمنى ان يكون الشرح كافي ووافي ليهم. ويا رب يا رب كده ربنا يجعلني خفيفة على قلبكم، وقناتي تكبر بيكم وبدعمكم. اتمنى اللي يجرب وصفة يقول لي رأيه في الكومنتات، وما تبخلوش عليا باللايك وتفعلوا زر الجرس. ما تنسوش، انا في ناس تدخل تتفرج وتنسى ان هي تشترك في القناة. برضو هم على راسي من فوق. يعني برضو لما هم هيستفيدوا من حاجة أنا عملتها، أنا برضو هبقى مبسوطة، وإن شاء الله مش هنتحرم من الثواب عند ربنا. شوفوا يا بنات، حاجة كده يعني مفلفل فلفلة رهيبة. شوفوا ما شاء الله، الكرنب زبدة حلوة قوي. انا بس المشكلة الكاميرا بتبقى محطوطة بالستاند، فمش ببقى عارفة اتحرك كويس في المطبخ. وانا المطبخ بتاعي يعني مش كبير قوي. انا عشان كده برضو ببقى اتعب من ان انا كل شوية اصور عندي البوتاجاز وكلام ده، بستسهل ان انا انقل الحلة على الرخامة. فسامحوني واعذروني في الخطوة دي. المحشي مسكر جدا، الجزر رهيب. يعني انا دلوقتي قلت لا، انا بنتي بتقول لي يلا، قلت لها لا لا لا، اما اشوف الجزر ما كنتش دقته. لا لا، حاجة يعني جبار. ده بقى الصينية اللي هتطبطب على القلب. بصوا الاكل فعلا يا جماعة، انتي لما تتعبي من الدنيا وبتتعبي من اللي انت شايلاه، هتدخلي تعملي اكلة حلوة او حتى تحلية حلوة وتقعدي كده تاكليها، هتبصوا هتضيع التعب الدنيا كله. الفراخ بقى، الفراخ حلوة قوي. هي كان الفراخ دي لو كانت اتعمل عليها فحم كانت هتبقى زي بتاعة الحاتي واحلى كمان. بصوا ما شاء الله دايبه من جوه خالص، ومش ناشفه، مش ناشفه نهائي يا بنات. مش ان هقول ان عشان مخليه، لا لا لا، حلوه قوي قوي. أم، اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، اتمنى تجربوها. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، فعلوا زر الجرس. كنت معاكم انا منى غيث، باي باي.